ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. طالما ظهر لك الفيديو ده يبقى انت في الزنقه وبتحاول تلم اي حاجه ومش عارف تلم. ففي الفيديو دوت انا هلم لك المواد كلها في 10 ايام، وهقول لك على احسن المدرسين اللي هتراجع معاهم. ففي البدايه ما تنساش اللايك والسبسكرايب، واهم خطوه انك تنزل تشترك في قناه الواتساب علشان هينزل عليها اهم الحاجات خلال ال10 ايام دول. هنبدا بالمدرسين اللي انا هراجع معاهم، ودول احسن مدرسين انت ممكن تتابع معاهم عموما. في العربي عندنا الاسطوره مستر محمد صلاح، هستنى لما ينزل ليالي الامتحان وهتفرج عليها. في الكيمياء انا شخصيا هتابع مستر خالد صقر على المنصه، بس بعد بحث طويل جدا 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 لقيت مدرس جميل جدا اسمه مستر احمد ايهاب. هو منزل مراجعه الباب الاول والتاني والتالت. زائد طبعا في ليالي الامتحان تقدر تتفرج على مراجعه مستر خالد صقر اللي بينزلها مجانا على اليوتيوب. بالنسبه للفيزياء انا هتفرج على مستر فارس في قناه ما تبقاش جهاز. هو منزل مراجعه المنهج كامل في 8 ساعات، انا هقسم ال 8 ساعات دي كل فصل لوحده. وفي برضه مستر احمد ابو عرب، هو مدرس كويس جدا منزل مراجعه المنهج كامل في 4 ساعات. في التاريخ انا اتفرج على مستر احمد عادل، هو قال انه هيعتمد على مراجعه شهر مارس، وهينزل فيديو شرح للوحده التانية يوم 3/5 اللي هو بكره، وهينزل معسكر الوحده الاولى يوم 7/5. في الرياضه انا هتفرج على مستر احمد الفواخري، هو منزل مراجعه كل حاجه على اليوتيوب. يعني هو نزل محاضره حساب ومثلثات يوم 30/4 اللي فات، والجبر هينزله يوم 3/5، والتفاضل هينزله يوم 6/5، والديناميكا هتنزل يوم 9/5. الفرنساوي بقى المادة اللي ما بتضافش للمجموع، اي نعم، بس هي مادة نجاح وسقوط، فلازم تذاكرها حتى لو بفيديو واحد. فانا في مدرس اسمه مستر محمد قبو، ومنزل مراجعة على يوتيوب على قناة هنذاكر اونلاين، دي اظن هتبقى وافية بالنسبة لنا يعني. في الانجليزي انا هتابع مستر انجليشاوي اللي هينزل مراجعات مجانا على يوتيوب. طبعا عملت لكم جدول شامل عشان يشمل الطالب اللي مذاكرش خالص من اول المنهج وعايز يلم كل حاجه. فانا عملت لكم جدول هيفيدك جدا لو انت ما تعرفش حاجه عن المنهج، وهيفيدك اكتر لو انت تعرف كل حاجه عن المنهج. اول يوم في ال10 ايام هنذاكر حساب المثلثات كله، العربي هنذاكر فرع الادب بس، الانجليزي هنذاكر يونت 1 و 2. تاني يوم هنذاكر كيمياء الفصل الاول بس والتاريخ الوحده الاولى. تالت يوم هنذاكر فرع الجبر في الرياضه، وهنذاكر فيزياء اول فصل الشغل والطاقه. رابع يوم هنذاكر الكيمياء الفصل الثاني، العربي فصل البلاغه، والانجليزي يونت 3 و 4. اليوم الخامس هنذاكر فرع التفاضل، وهنذاكر فيزياء الفصل الثاني الحركة الموجية. اليوم السادس هنذاكر كيمياء الفصل الثالث وعربي النحو والتاريخ الوحدة الثانية. اليوم السابع هنذاكر فرع الديناميكا، وكده نبقى ختمنا الرياضة، وهنذاكر فيزياء فصل الضوء، الانجليزي يونت 5 و 6، وكده نكون خلصنا الانجليزي. اليوم الثامن هنذاكر فيزياء الحركة الدائرية بس. اليوم التاسع هنخلص الفيزياء وهناخد الفصل الأخير، والخامس هناخد الجاذبية، وهنراجع العربي كله. اليوم العاشر والاخير هنتفرج على مراجعه فيزياء ومراجعه كيمياء، وهنتفرج على محاضره الفرنساوي بتاعت مستر محمد قبو. وبكده اكون عملت لك جدول متوازن جدا يخليك تقفل المواد كلها في 10 ايام بس. تابعني على قناه الواتساب عشان هننزل لك كل يوم المدرسين اللي هتفرج عليهم والحلقات وايه اللي هنخلصه، وهحاول انجز معاك. فقناه الواتساب بالنسبه لك هتكون مهمه جدا، واشترك في القناه لان اكتر من 80% منكم مش مشتركين. واستنونا في فيديوهات تانية هننزلها في مراجعة ليالي الامتحان. ما تنساش اللايك والسبسكرايب، واشوف وشك بخير يا صديقي، ومع السلامة.